تسجيلات الاستقامة السلفية من اليمن. تسجيلات الاستقامة السلفية من اليمن تقدم هذا الإصدار. عندما نناقش المسائل يا إخواني نناقشها علميا، لكن نضحك على الناس ونوهم اليمنيين والسلفيين أن الشيخ يحيى يسب رسول الله ويطعن في رسول الله. لا إله إلا الله. لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ جمعه في محاضرة واحدة وأمام العوام 6 أخطاء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمام عوام حضرموت عندما خرج في رحلة سابقة إلى حضرموت. لماذا يا برعي لم تنتقد الشيخ يحيى في ذلك اليوم يوم خرج إلى حضرموت؟ لماذا أخرت الانتقاد إلى اليوم؟ ما دام أن الشيخ يحيى يطعن في رسول الله قبل 12 سنة كان الواجب عليك أن تبين ذلك الخطأ في حينه، لكن أنت في حينه ما زلت تثني على الشيخ يحيى وتمدحه وتزوره وتعتبره من أهل السنة ومن الدعاة السلفيين الأخيار، وكلامك مزبور في أن الشيخ شامة في وجوه أهل السنة. هكذا يقول البرعي، شامة، وهو يقول شامة في وجوه أهل السنة بعد أن طعن الشيخ يحيى في نظره في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أليس سكوت هؤلاء عن الشيخ يحيى فيما يعتقدون أنه طعن في رسول الله غش للإسلام والمسلمين؟ هل هذا من النصيحة؟ هل هذا من النصح للإسلام والمسلمين؟ لماذا تأخر نصحكم إلى اليوم؟ لماذا تأخر جرحكم إلى اليوم؟ لماذا تأخر بيانكم إلى اليوم؟ نسأل الله العافية والسلام. من الذي سبق الحجوري في تجميع أخطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالله عليكم يا أهل السنة خذوها قبيلة. معقول أن عالم سلفي يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الشيخ يحيى الذي قدم أولاده وقدم كل ما يملك في سبيل الدعوة، على من يدافع؟ أليس ما دافع عن رسول الله ودافع عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومع هذا يقولون بأنه يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أخطاء رسول الله سهل، قد قال الحجوري أخطاء رسول الله، لكن تقول أخطاء الحجوري ويلك. بالله عليكم الآن من أعظم عندنا؟ أنتم الآن تحبون الشيخ يحيى، من أعظم؟ رسول الله أو الحجوري؟ رسول الله أفضل من 100 مليون حجوري، هذا نعتقده. لماذا يلبسون على الناس؟ هل هذه عقيدتكم يا أهل السنة؟ هل أخطاء الرسول عندما يقول واحد أخطاء الرسول هذا عندكم هين؟ وعندما يقول واحد أخطاء الحجوري سنفترشه؟ هذا كلام فاضي، هذا تلبيس. يا إخوان كفانا مهزلة. نحن نريد ردود علمية سلفية. إذا كان الرجل هذا خارج عن أهل السنة عندكم بينوا بعلم. أما التلبيس لا يجوز، هذا ظلم، هذا حرام، لا يجوز. لما تنزلون البحوث في ذلك؟ ضاعت البحوث وقلت البحوث، ما بقي شيء إلا تجميع أخطاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويبحثون البحوثات وإذا قلت لهم الحجوري أخطأ يا ويلك، هكذا يقول البرعي. لا إله إلا الله. هذا تلبيس يا إخوان، ما يجوز، والله حرام. الآن بعض الناس لما يسمع كلامي أنتم تسبون العلماء. يا أخي إذا لم نرد على هؤلاء من سيرد؟ من سيبين؟ هذا ظلم لا يجوز، لا في حق الشيخ يحيى ولا في غيره. يجب أن نقول الحق وأن نستعد ولا نخشى أحد يا إخوان، هذا ما يجوز. أن جميع علماء أهل السنة على وجه الأرض من ليس على الحجوري ليس معه، وأتحدى من يخالف ذلك. هل أحاط البرعي بعلماء الأرض؟ هل زار علماء الهند؟ هل زار علماء باكستان؟ هل زار علماء المشرق؟ هل زار علماء المغرب؟ كان أبو الحسن عندما يتحدث في فتنته يقول علماء المشرق والمغرب، وما ذكر علماء الشمال والجنوب، لكن هذا ذكر علماء الأرض جميعا. وفي كتاب الجمعة يجمع أخطاء الصحابة. يزور الشيخ يحيى إلى المملكة العربية السعودية، خرج وقف عليه العالم، الكفار وغيرهم والزنادقة، وطردوه من بيته وأخرجوه من مركزه وقتلوا ولده وأخرجوا أسرته وفعلوا بما فعلوا وأنتم تسمعون، وما زالوا لحد الآن يطعنون. نحن ننصح إخواننا وأخواتنا وأبناءنا وبناتنا
أن يبتعدوا عن كل كلام فيه الطعن في أهل العلم. يا أخوان والله واجب نبين الحق. الحق حق أن يتبع، الحق حق والباطل باطل. تربينا في الدعوة السلفية على التحرر من التقليد. لا تقلد أحد، اتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أن يكون الإنسان كالغنم بعدي ما لك دخل، هذا ما تربينا عليه. الحق حق، الباطل باطل. يجب أن نتناصر، يجب أن نتآزر، يجب أن نكون إخوة، يجب أن نكون يدا واحدة. وقبل أن أدخل في موضوعي إخواني في الله، هناك بعض الأمور أحب أن أنبه عليها من باب التغذية المنهجية لي ولإخواني. ثانيا، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله مظلمة، رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وكنت في هذا الأسبوع أسمع كلمة لعبد العزيز البرعي يتكلم فيها ويطعن في شيخنا يحيى حفظه الله. طبعا نحن من باب رد الباطل فقط، رد الباطل باطل، سواء كان حتى على اليهود. إذا ظلمت اليهود لا يجوز، إذا ظلمت النصارى لا يجوز، إذا ظلمت الكفار لا يجوز. قال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. واجب عليك أن تعدل مع القريب والبعيد، حتى مع الكفار واجب عليك أن تعدل معهم. هذا هو الحكم الشرعي. ولما سمعت كلمته ساءني والله جدا ذلك الكلام. وبدأ الكلام بأن علماء الأرض جميعا في كفة بمعنى كلامه، والحجوري في كفة. فتعجبت، هل أحاط البرعي بعلماء الأرض؟ هل زار علماء الهند؟ هل زار علماء باكستان؟ هل زار علماء المشرق؟ هل زار علماء المغرب؟ كان أبو الحسن عندما يتحدث في فتنته يقول علماء المشرق والمغرب، وما ذكر علماء الشمال والجنوب، لكن هذا ذكر علماء الأرض جميعا. هذا واحد. الأمر الثاني، يذكر بأن الشيخ يحيى يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم يا أهل السنة خذوها قبيلة. معقول أن عالم سلفي يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الشيخ يحيى الذي قدم أولاده وقدم كل ما يملك في سبيل الدعوة، على من يدافع؟ أليس ما دافع عن رسول الله ودافع عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومع هذا يقولون بأنه يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذكر البرعي أن الشيخ يحيى جمع أخطاء النبي في محاضرة واحدة في حضرموت، 6 أخطاء لرسول الله أمام العوام. لا إله إلا الله. متى فعل هذا يا برعي؟ قال عندما خرج إلى حضرموت. أنتم الآن أمامي، هل سمعتم مرة أن الشيخ يحيى فيما تذكرون خرج دعوة؟ له في دمات 10 سنوات، ربما خرج إلى حضرموت من 12 سنة أو 13 سنة. السؤال: لماذا يا برعي لم تنتقد الشيخ يحيى في ذلك اليوم يوم خرج إلى حضرموت؟ لماذا أخرت الانتقاد إلى اليوم؟ ما دام أن الشيخ يحيى يطعن في رسول الله قبل 12 سنة، كان الواجب عليك أن تبين ذلك الخطأ في حينه. لكن أنت في حينه ما زلت تثني على الشيخ يحيى وتمدحه وتزوره وتعتبره من أهل السنة ومن الدعاة السلفيين الأخيار، وكلامك مزبور في أن الشيخ شامة في وجوه أهل السنة. هكذا يقول البرعي، شامة، وهو يقول شامة في وجوه أهل السنة بعد أن طعن الشيخ يحيى في نظره في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس سكوت هؤلاء عن الشيخ يحيى فيما يعتقدون أنه طعن في رسول الله غش للإسلام والمسلمين؟ هل هذا من النصيحة؟ هل هذا من النصح للإسلام والمسلمين؟ لماذا تأخر نصحكم إلى اليوم؟ لماذا تأخر جرحكم إلى اليوم؟ لماذا تأخر بيانكم إلى اليوم؟ نسأل الله العافية والسلام. وقد كان شيخنا يحيى حفظه الله في زيارته يذكر مسألة علمية. هذه المسألة العلمية يذكرها العلماء المتقدمون والمتأخرون منهم، وهي: هل الأنبياء والرسل
يخطئون في المسائل الاجتهادية، مسألة علمية، هل يخطئون في المسائل الاجتهادية أم لا؟ أما في المسائل التشريعية والمسائل والأحكام الشرعية لا يخطئون فيها، هذا أمر معلوم. لكن في مسائل الاجتهاد هل يقعون في الخطأ؟ وهنا ذكر الشيخ يحيى فيما يتعلق بأسارى بدر، أنتم طلاب علم طبعا، وما يتعلق بعبد الله بن أم مكتوم، وما يتعلق بمسائل ذكر هذه المسألة. وهذا قول الشيخ ابن باز وقول الشيخ ابن عثيمين وقول علماء كثر من السلف والخلف، هذا مزبور في كتب أهل العلم. عندما نناقش المسائل يا إخواني نناقشها علميا، لكن نضحك على الناس ونوهم اليمنيين والسلفيين أن الشيخ يحيى يسب رسول الله ويطعن في رسول الله. لا إله إلا الله، لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ ثم يقول أنتم الآن، شوف هذا من التلبيس، عندما تقول يحيى الحجوري أخطأ يا ويلك، وعندما تقول الرسول أخطأ عادي. هكذا يقول البرعي لأصحابه ويحاضرهم. بالله عليكم الآن من أعظم عندنا؟ أنتم الآن تحبون الشيخ يحيى، من أعظم؟ رسول الله والحجوري. رسول الله أفضل من 100 مليون حجوري، هذا نعتقده. لماذا يلبسون على الناس؟ هل هذه عقيدتكم يا أهل السنة؟ هل أخطاء الرسول عندما يقول واحد أخطاء الرسول هذا عندكم هين؟ وعندما يقول واحد أخطاء الحجوري سنفترشه؟ هذا كلام فاضي، هذا تلبيس. يا إخوان كفانا مهزلة، نحن نريد ردود علمية سلفية. إذا كان الرجل هذا خارج عن أهل السنة عندكم بينوا بعلم. أما تلبيس لا يجوز، هذا ظلم، هذا حرام، لا يجوز. الشيخ يحيى يصيب ويخطئ ولا لا؟ قولوها، يصيب ويخطئ، يصيب، بشر ليس معصوما، عنده أخطاء، لكن لا يجوز أن نظلم. الظلم ظلمات يوم القيامة. عندما يقول البرعي لأصحابه إذا أخطأ الرسول عادي، ويبحثون البحوثات، وإذا قلت لهم الحجوري أخطأ يا ويلك، هكذا يقول البرعي. لا إله إلا الله، هذا تلبيس يا إخوان، ما يجوز، والله حرام. الآن بعض الناس لما يسمع كلامي أنتم تسبون العلماء. يا أخي إذا لم نرد على هؤلاء من سيرد؟ من سيبين؟ هذا ظلم لا يجوز، لا في حق الشيخ يحيى ولا في غيره. يجب أن نقول الحق وأن نستعد ولا نخشى أحد يا إخوان، هذا ما يجوز. يزور الشيخ يحيى إلى المملكة العربية السعودية، خرج وقف عليه العالم، الكفار وغيرهم والزنادقة، وطردوه من بيته وأخرجوه من مركزه وقتلوا ولده وأخرجوا أسرته وفعلوا بما فعلوا وأنتم تسمعون، وما زالوا لحد الآن يطعنون. يتصل بي واحد اليوم من تهامة قال الآن يهجمون علينا، يأخذون المساجد مستغلينها فرصة. حتى القبيلة ما في قبيلة ما في. ولما زارهم للسعودية أراد يزور بعض المشايخ، رفضوا، طردوه. مالك؟ قال يسب الرسول. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا أخوان والله واجب نبين الحق، حق أن يتبع، الحق حق والباطل باطل. تربينا في الدعوة السلفية على التحرر من التقليد. لا تقلد أحد، اتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أن يكون الإنسان كالغنم بعدي ما لك دخل، هذا ما تربينا عليه. الحق حق، الباطل باطل. يجب أن نتناصر، يجب أن نتآزر، يجب أن نكون إخوة، يجب أن نكون يدا واحدة. كنا ننتقد عليهم كتاب الإبانة وما زلنا ننتقد. يذكرون في المقدمة أن هذا الكتاب يجب أن يخلد. القرآن الكريم ما سيخلد، ولا لا يا أهل السنة؟ سيخلد القرآن؟ لا، سيأتي عليه زمان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصبح الناس وقد رفع القرآن تماما، خلاص، ولم يبقى في قلوب الناس منه ولا حرف واحد. سيأتي زمان يرفع القرآن من قلوب الناس حفظا وتلاوة ولا يبقى منه كلمة واحدة. إذا كان القرآن لا يخلد فهل سيخلد كتاب الإبانة وما فيه من أخطاء منهجية وغيرها؟ فأنا ناصح لإخواني يفهمون، لا تقول هؤلاء كثير وهؤلاء قليل. العبرة ليست بالكثرة، العبرة بالسنة، العبرة بالمنهج السلفي، العبرة بالسير على طريق محمد وعلى طريق السلف الصالح في النقد والبيان والتوضيح وقول الحق والصدع به وبيان حال أهل الأهواء وغيرهم.
بالحجة والبرهان. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته، نسأل الله أن يحفظ علينا هذه الدعوة الطيبة المباركة، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على الخير والسنة. إخواني في الله، لا أطيل في هذا الكلام، أن هذا الكلام عند بعض الناس مؤلم، لكن أنا في حقيقة الأمر لا أعده مؤلما. هذا من الواجب أن نبين مثل هذه المسائل. أحيانا قد تلتبس على بعض إخواننا وقد ينكرون علينا ويفعلون الأفاعيل ويفعلون نسأل الله أن يسلم ونسأل الله العون.